باش نرجعوا يصبح نقطة مؤثرة. قال لا ما تروحوش القذافي، روحوا عندي أنا ندربكم ونسلحكم. إذا تأسيسنا للبوليزاريو هو خطأ للنظام المغربي وخطأ للنخبة السياسية المغربية هي اللي دفعت الناس للبوليزاريو، لأن ما لناش كنا كلنا مغاربة وعندنا الجنسية المغربية التي لا تسقط بالتقادم، لكن انتم دحيتونا باش نأسسنا البوليزاريو. داكور أسسنا البوليزاريو، ضربنا اسبانيا 20 ماي 73 74 75. جات المسيرة غيرت كل المعطيات. أنا في الرابوني سمعت خطاب الحسن الثاني الله يرحمه في المسيرة، قلنا هذا مهبول ما يقدرش يدير المسيرة، شكون غادي يجيب 350,000؟ القطارات يلاه يوصلوا مراكش ما بقاوش، والطريق بين تزنيت وطنطان ما فيها ما تشوف، والطريق بين طنطان والطرفايه ما فيها ما تشوف. شكون يقدر يوصل هاد الناس؟ لا قلنا انه غادي يضحك العباد الله باش يحرك، او في الحقيقه الحسن الثاني لا، عدلها واسسها، واصحاب المسيره صلاوا على الحدود ما بين المغرب والصحراء الاسبانيه، وكانت قضيه غيرت كل المعطيات. لماذا؟ لان اسبانيا كانت مستعده بالتنسيق مع الجزائر لبناء دوله في الصحراء كي دارت فرنسا في موريتانيا، والمسيره الخضراء هي خسرت كل شيء وغيرت كل شيء، وبالتالي كانت نتيجتها هو اتفاقيه نوفمبر 14 نوفمبر 1975 اللي تم من خلالها تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا. لكن هذا التقسيم استغليناه نحن في البوليزاريو ومعنا الجزائر للدعايه ضد المغرب، لانه كان المغرب الصحراء ديالو ما يقسمهاش مع موريتانيا. واش عمرك لقيت امراه تقسم ولدها؟ اذا المغرب غير الدعايه، ما الصحراء ماشي ديالو، واستغليناها في الدعايه وجمعنا الناس على الدعايه ودرنا دعايه كبرها مولانا وضربنا المغرب وهجمنا على المغرب ودرنا حرب دام 16 سنه ضد المغرب، شاو فيها الاف القتلى من نفس العائلات. هذا نتيجه هذه السياسه. الولي الله يرحمه تذكر على انه، والولي نعتبروه على انه ثائر ومناضل مغربي، بحاله بحال ابراهيم الصفاتي، بحاله بحال البصري، بحال الاخرين، ما يقد حتى ينكروا. شاف على اننا دخلنا قضيه اكبر منا، لهذا قال اجربنا في حق شعبنا. وباش يعطي مثال للناس، مشى ومات في العمليه، ضرب المكشوط ومات في العمليه باش يقول لهم راني ما تاجرت بكم، راني مشيت مت على هذا الشيء مشيتكم فيه. واش وقع عقب الولي؟ الجزائر شدت محمد عبد العزيز واحد تندوفي ودارته على البوليزاريو، لهذا خطفت منا الجزائر الثوره ديالنا وحولتها الى قياده تخدم مصلحه المخابرات الجزائريه قبل ان تخدم المصالح الصحراويه. وهنا فقدت الثوره قيمتها وفقدت قدسيتها ونبلتها وطهارتها وتحولت الى بيدق في يد المخابرات الجزائريه، ويستغله القذافي بالملايين الدولارات اللي يعطيها. انا من الناس اللي ما رضاوش هذا الواقع واعلنت رفضي، والنتيجه مشاو بيا غبروني في قبر تحت الارض 6 سنوات. اثار التعذيب ما جات باقيه، 40 سنه خرجت من الحبس ما زالت اثار التعذيب هي انا اللي في يديها وما زالت اثار التعذيب في جسدي. لماذا؟ لان قلنا ما نقدرش ما نمشوا حتى هذه الطريقه. لما كان التعذيب، حتى في التعذيب في السجون السريه، يعني ما كانش يسولوني انت صحراوي ولا لا، ليس كانوا يسولوني علاش انتم تبغوا المغرب على الجزائر؟ علاش انتم تبغوا المغرب نظام رجعي ملكي ما نراش، وما تبغوش الجزائر ثوره جزائريه عطات 1.5 مليون من يرحم والدي. قلت له واش انت حابسني تعذبني باش تقول لي بالمغرب والجزائر، ولا حابسني تعذبني على انني واحد درت البوليزاريو وعلى ضد هذه القياده اللي تاكدت من السجون السريه على ان الثوره لم تعد ثوره، تحولت الى مزبله للانتهازيين والمنافقين والسماسره الذين يعيشون على حساب معاناه دماء ودموع والام المقهورين. ولهذا حتى لما خرجت من السجن واصلت معارضتي في كل الندوات والمزايات، واصلت المعارضه. عاد يقول هذاك غير المحجوم مسكين من النهار وخلق هو معارض. وبعدين داروا لي التهميش والاقصاء. عاد عندي مشكله واحده، جاني واحد قال لي السلام عليكم، قوم ولدي روح لبلادك، روح للمغرب وخلي عنك هالويل، ما عندك معك. قلت لهم يا الناس يرحم والديكم، انا مشيت دري الشير على ابويا ووالدي، مشيت عنهم. ادرك شيباني نمشي مولي عن زوجتي وولادي، انا ماني خارج من هنا حتى نمشي بولادي. اعطيت 4 سنوات بالحزاره والرشوه والنفاق باش خرج زوجتي وولادي اسبانيا. لما خرجت من اسبانيا اعلنت المعارضه صراحه وسميناها خط شهيد ضد هذه القياده التي تريد ان تستغل هذا النزاع لتعيش على حساب معاناه الاطفال والنساء والكهول الذين يعانون تحت الخيام 50 سنه. وقفت الجزائر ضدي، نحوا لي مني الباسبور لان كان عندي باسبور جزائري باعتبار اني لاجئ في تراب جزائري، حرموا لي الدخول الجزائر والمخيمات. لكن ما يعني واصلت نضالي وكفاحي من اجل نفضح هذه القضيه على ان القضيه ما ماشي على اساس، وعلى انه لا بد من حل، والحل مع المغرب وليس مع الجزائر. بعدين قالوا انت خاين، انت عامل على المغرب، او تقولوا المغرب ما تقولوا. انا متاكد على ان الحل
في يد المغرب ماشي في يد الجزائر. وعندنا حلنا هو أننا نتفاوض مع المغرب ونناقش مع المغرب من أجل إيجاد حل. وفعلا 88 لما استقبل الحسن الثاني قيادة البوليزاريو في الرباط، مرحبا وسهلا، قال لهم انتم امكم بغيتوا الصحراء هاي الصح، خلوا لي غير العلم والدرهم الله يرحمه، خلوا لي غير السياده. ايوا واش بغيت ياكلوا غير الصح هي الصحراء ديالها. والناس كامله كانت تقابلهم، ولما رجعوا قلت لهم الجزائر لا ما كاينش. اذا معناه ما فيدهم حتى القرار ديالهم، ما فيدهم حتى باش يقرروا مصير هاد الناس اللي يخدموا بهم، الجزائر هي تقرر. لهذا قلنا لهم نحن على اننا بعد 20 سنه من المعارضه تاكدنا انه ليس هناك امل في اصلاح قياده البوليزاريو لان قرارها ليس في يدها. لهذا جينا للمغرب واعلنا مباشره على ان الحل الوحيد هو الحكم الذاتي في اطار الدوله المغربيه التي يتمكن من خلالها الصحراويين لتسيير شؤونهم الاقتصاديه والماليه والثقافيه في داخل الدوله المغربيه، لان نحن نعرف غير المغرب الجزائر ما نعرفه تاريخيا. كل الهجرات كاينه من الشمال للجنوب ومن الجنوب، ما عمرها كانت من الجنوب للغرب الا نحن البوليزاريو هم جبناها. اول هجره درناها من الغرب للشرق نحن البوليزاريو، قبل ذلك ما كانش كاين من الشمال من عند مولاي ادريس حتى نواكشوط، ومن عند نواكشوط حتى الفاس. هذه هي الهجرات التاريخيه، ما عمرها كانت من الغرب للشرق، جبناها نحن البوليزاريو. اذا بخلاصه المغرب يجب ان يعي على ان الحل حاليا النزاع على انه بعد 50 سنه الحل اصبح في يد المغرب، لكن لا في يد الجزائر ولا في الامم المتحده ولا يحزنون، الحل في يد المغرب.